قالوا لي: "يا بنوب أنت ما عندكش جمهور." قُلت لهم: "لأ، ده أنا ورايا جمهور كبير أوي عامل لهم النهارده مربى تين علشان نلحق موسم التين البرشومي، معاكم أبانوب وشجعوني واعملوا لي قلوب وقولوا لهم أبانوب عنده جمهور." يالّا بينا نبدأ. أول حاجة كده يا جماعة باجيب كده التين البرشومي من عند إيه، من عند بتاع الفاكهة، طبعًا هو طعمه جميل وحلو فيعني ما قدرتش أستحمل، أنا باستخدم كيلو. أول حاجة كده من بالليل باخد كده كل تيناية باغسله كويس جدًا، 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 وبعد كده باقطّع الحتة اللي تحت اللي هو اللي فيها العنقود وبعد كده باقطّعها زي ما أنتم شايفين قطع كبيرة شوية، وباشوف لو فيها أي حاجة بايظة باشيلها أو بارمي التينة كلّها، خلّي بالكم تمام، عشان ساعات بيكون في دود تمام، بعد كده باعمل كل الكمية بتاعة التين، أنا عملت حوالي كيلو من التين، ويا ريت وإحنا بنشتري التين نجيبه اللي هو إيه طري شوية ويكون لونه حلو كده، ما يكونش اللون الأخضر الجامد فيه، عشان المربى بتاعتي تطلع لونها حلو وجميل. بعد كده باضيف عليها كوباية من السكر. بُص، وأنا باعمل المربى يعني التين بيكون مسكّر، فأنا باضيف له كوباية من السكر، مثلًا المشمش بيكون حادق شوية، فأنا باضيف له كوبايتين من السكر، فعلى حسب نوع الفاكهة، لو أنتِ جبتِ التين بتاعِك ولقيتيه السكر بتاعه حلو هنحط كوباية، لقيتِ السكر بتاعه يعني حادق شوية هنحط كوبايتين، تمام، والسكر زي ما أنتم إيه، زي ما أنتم عاوزين. باقفلها بالstretch roll واسيبها كده في التلاجة لمدة ليلة كاملة. بعد كده بافتح بقى البولة بتاعتنا بالاقي بقى إيه، إن التين بدأ إيه، ينزّل المَيّة بتاعته والسُكّر اتشرّب خالص، بُصّوا يا جماعة ما فيش ولا نقطة سُكّر، شايفين الحلاوة والجمال؟ الخطوة اللي بعد كده باجيب الحلة بتاعتي، بعد كده باحُط بقى التين فيها ويا جماعة اوعوا ترموا المَيّة اللي نزل من التين، ده العسل اللي هيعمل معايا المربى، خلّي بالكم تمام؟ في ناس بقى في الوقت ده بتدّيها ضربة بالهاند بلندر علشان إيه، تسهّلها، بس أنا باحب المربى بتبقى إيه، فيها كده قطع طين أو قطع فاكهة علشان تبقى شبه بتاعة اللي برّه، لأ دي بتطلع أحلى كمان. بُصّوا بقى يا جماعة بابدأ كده أشيل أي ريم ظاهر في الحلة بتاعتنا، لازم يا جماعة هاسألكم سؤال أشوفكم مركّزين والّا لأ، أنا على كيلو التين ده حطيت كام كوباية سكر؟ لو مركّزين اكتبوا لي في الكومنتات، أنا عايز بقى متابعين أبانوب بقى يكونوا شاطرين كده، يكونوا أشطر منّي. عندي بقى بولة فيها مَيّة وفُرشة، أول ما الحلة تبدأ تسكيرة من في النُص كده أو من على أطراف الحلة، بابدأ كده آخُد الفرشة أحطها في المَيّة وأبدأ أنضّف، خلّي بالكم علشان المربى بتاعتِك ما تبوظ تمام، أو ما تسكّرش. بُصّوا يا جماعة هاعمل لها اختبار قعدت حوالي كده تِلت ساعة، باعمل كده صُباعي في النُص، لو لقيت انفصلت وما رجعتش يبقى كده المربى بتاعتي استوت. هابدأ بقى أعصُر عليها نُص ليمونة، طبعًا باشيل البذرة وأدّيها تقليبة وأسيبها كده دقيقتين 3 على النار، وأبدأ كده إيه، أقفل النار. طب لو ما عنديش ليمون بابدأ أستخدم ملح ليمون ربع معلقة، هي دي مادة الحفظ بتاعتنا. بعد كده عندي البرطمان أكون معقّمه، يعني حطيت له مَيّة سخنة ومصفّيه وأبدأ كده أحط المربى بتاعتي يا جماعة، بُصّوا يا جماعة مربى التين حلوة وجميلة وزي الفل. طب أنا حطيت إيه علشان تكون مادة الحفظ بتاعته؟ لو مركّزين قولوا لي، واكتبوا لي سلِّم إيديك يا أبانوب، ولو المربى عجبتكم اعملوا لها share لكل حبايبكم.